وش عمرك حسيتي براسك overwhelmed؟ مضغوط من كتر التفكير في كل شيء؟ كتفكر في شنو غيقولوا الناس، كتفكر في المستقبل، وكتعطي قيمة كبيرة لأشياء صغيرة ما كتستاهلش. إذا كان الجواب ديالك هو فهاد الفيديو مديور ليك. اليوم غنهضروا على واحد المايند سيت، واحد العقلية اللي قادرة تبدل الطريقة باش كتشوف بها الحياة. غنهضروا على فن اللامبالاة. بزاف ديال الناس كيغلطوا بين اللامبالاة وبين الكسل أو البرود العاطفي. الكاتب مارك مانسون في كتابه الشهير فن اللامبالاة صحح هذا المفهوم بواحد طريقة عبقرية. كيقول مارك: اللامبالاة ماشي هي أنك تكون ما مسوقش للعالم. اللامبالاة الحقيقية هي أنك تختار بعناية فاش غتصدع راسك. بمعنى آخر، choose your battles. اختار المعارك ديالك بذكاء. احنا عايشين في واحد العصر ديال السوشيال ميديا، كل شي كيبان فيه بيرفكت، حياة مثالية، نجاح دائم، وسعادة مزيفة. هادشي كيخلق لينا واحد الحاجة سماها الكاتب The Feedback Loop from Hell، أو حلقة الجحيم المفرغة. كتقلق، ومن بعد كتقلق حيت انت مقلق، كتحزن، وكتزيد تحزن حيت انت حزين. شنو هو الحل؟ الحل هو أنك تتقبل المشاعر السلبية، تقبل أن الحياة فيها مشاكل، وباللي it's absolutely okay not to be okay. كاين واحد المقتطف واعر في كتاب فن اللامبالاة كيقول فيه: شنو هو الألم اللي باغي في حياتك؟ حيث السعادة ماشي هي غياب المشاكل، السعادة الحقيقية كتجي من حل المشاكل. Happiness comes from solving problems. بغيتي تنجح وتوصل، خاصك تقبل الألم ديال السهر والتعب. بغيتي تبني علاقة زوينة، خاصك تقبل الألم ديال التضحية والتنازلات. كل شي عنده تمن، والسؤال ماشي هو شنو باغي، السؤال هو شنو هو الألم اللي انت مستعد تحمله باش توصل لداكشي اللي باغي. وهنا غنعطيك واحد الصدمة زوينة اللي غادي تحررك. انت ماشي special. You are not special. وهذه ماشي إهانة، بالعكس هذه حرية. ملي كتعرف أن العالم ما مرتكز عليك، وأن الناس مشغولين بحياتهم وما مساليينش يحظيوك، كترتاح، كتولي تدير داكشي اللي كيعجبك، وكتاخد قراراتك بلا ما تفكر في الجادجمنت أو الحكم ديال الآخرين. خلاصة القول، الطاقة ديالك في هذه الحياة محدودة، بحال شي باتري ديال التليفون. Don't waste your energy. ما تضيعش هاد الطاقة في مواقف تافهة، في آراء ديال ناس ما كيهموكش، أو في مشاكل خارجة على السيطرة ديالك. احتفظ بالاهتمام ديالك والفوكس ديالك غير للحوايج اللي فعلا كيستاهلوا: عائلتك، صحتك، الأحلام ديالك، وراحة بالك. حيت فاش كتعلم فن اللامبالاة، عاد كتبدا تعيش بصح.